بصوا يا جدعان، احنا خليناها فيديوهين لان فيديو واحد مش هينفع لكل الاضافات دي. احنا خليناهم فيديوهين. كنا واقفين عن اضافه اللي هو الصحاب دي، اللي هو هنا انت بقى عندك نفس الاضافه بتاعت ايام بيس 2021، ان يبقى عندك صحابك وتدوس عليهم وتلعبوا الماتش على طول من غير ما تقعد تبعت اكواد ومش عارف ايه والكلام ده. فهنا انت الاصدقاء اللي هيظهروا لك اللي عندك، وهنا معلقه، يعني انت عايز تاخد يوزر نيم بتاع صاحبك وتدخله وهتجيب صاحبك، وهنا لو واحد صاحبك باعت لك طلب صداقه اصلا. فدي اضافه الاصدقاء. وعندنا كمان حوار إضافة المراكز، اللي هو إضافة المراكز للعيبة. طبعا أنا صرفتها في لاعب، على سبيل المثال لاعب زي رودري أنا لسه ضايف له المركز. هتدوس هنا على التدرب على المركز، وبعد كده هنا عندك تقدر تستبدلها، بس أنا معيش نقط. تقدر تضيف له واحدة كمان بس أنا برضو مش معايا من هنا بالظبط. وهنا بيظهر لك كل المراكز لرودري ما مسموحة له إن هو يلعب فيها: ال ام وار ام وسي ام ودي ام وسي بي. طبعا هو متضاف له السي ام والدي ام، لكن سي بي والال ام والار ام مش متضافين له. فكده نكون خلصنا من حوار المراكز. تعال ندخل بقى في حوار ايه الديلي جيم، اللي اضافت فيه حاجات جديدة. طبعا الحمد لله مضيع 8 ضربات جزاء، بس احنا في الدورة ال 18 وقربنا نخلصها. اتضاف معانا لاعب واحد بس، ايبك وسافيتش و اسمه ده تشان هالوجلوك. واتضافت معانا 100 كوينز وتلاتة تدريب وحاجات قد كده. تعال نشوف كده اهو. بص يا صاحبي كده معانا، هو راح فين؟ اهو احنا في الدورة ال 18. ده عندك اهو باكج. اتضاف معانا لاعب ايبك واحد بس، اللاعب بتاع ارسنال ده، وسافيتش وتشان هالوجلوك زي ما انت شايف كده. يلا بقى ندخل على الايه الاضافات بتاعت اسمهم ايه دول، الكوينز والكلام ده. طبعا الحوار اسمه ده بتاع الجديد اللي اتضاف ده للعيبه، انا هشرحه دلوقتي ونشوف خصائصه ايه، لان انا الصراحه مش فاهم خصائصه. اول حاجه عندنا في الاونلاين ده ملوش حاجه، ادي 500 يعني 100 كوينز اهو في الاونلاين، ايفنت الانليميتد وايفنت الناشونال تيم. في الذكاء الاصطناعي بقى، عندك ده بتاع البلو لوك اللي هيديك 3 فتحات مجانيين من على الباكج، مع الفتحة الرابعة اللي احنا خدناها مجانية يبقى 4 فتحات. كده باقي لنا 4 فتحات هناخدهم هدايا تسجيل دخول يومية ونكون ختمنا الباك. وباكج ده بتاع فريق الأسبوع اللي هتاخد منه فتحة مجانية. وباكج ده كان قديم أصلا بتاع نقاط التدريب، قصدي اللي هو المهارات اللي تضيفها للعيبة. ومفيش حاجة جددت تاني، وكده تكون دي إضافات معانا. لازم بقى نشرح حوار ازاي تاخد المهمات دي. لازم نشرح بقى حوار ايه ازاي انك تاخد المهمات دي بكل بساطة كده. ايه الحاجات دي؟ لازم تشارك كل اللعيبة اللي هو ذاكر اسمهم دول في الماتش. يعني انا اشاركهم، يعني هم يشاركوا في الماتش بس ما يعملوش حاجة غير كده، يشاركوا في ماتش واحد: كيميتش وهاري كين وتشوبو موتينج وهويلاند وتوماس مولر وراشفورد وجرناتشو وبرونو فرنانديز. اي كارت ليهم عندك، حتى لو كارت بيزك. تعالوا ندخل دلوقتي هنجرب ونشوف. طبعا انا جربت يا جماعة انزاجي، هاكر حرفيا، بيشوط من اي حتة بجون، بيشوط من اي حتة جون. زي ما انت شايف اهو انا مدخله من التشكيله، ومدخل معانا كارت بيزك كمان، يعني مدخل كارت الجرناتشو وهاري كين بيزك لان معيش منهم كروت مطوره. محمد صلاح بص يا جماعه بقى 101 كارت بيزك، وليفاندوسكي نفس الكلام. كانوا يخلوا هالاند كمان 101 يا جدعان، مش عارف انا ايه ده، الكارت ده والله يستحق يبقى 101. عن قريب هنلاقي 101 يعني ما تخافوش. فيلا بينا ندخل كده ماتش ونشوف. هدخل في نفس الايفنت اللي هو بتاع البلو لوك ده. يلا بينا نشوف هيجيلنا مين. أيوة دي التشكيلة اللي هنبدأ بيها، ولا تشكيلة شيفيلد؟ مش عارف، ده فريق تقريبا دوري إنجليزي. يلا بينا ندخل كده ونشوف. هو عايزهم بس يشاركوا ماتش واحد، هنشوف هل ينفع لأي كارت فعلا زي ما أنا بقول ولا لأ. بس على ما أظن هيبقى كده والجرافيك يا جماعة بقى خرافي. الجرافيك اتغير بس ما اتغيرش كتير، بس تحس إن اللعبة نطفت كده ازاي ما تفهمش. أقسم بالله حاسس إن اللعبة نطفت. هقفل الفيديو شوية يا جماعة لحد ما نخلص الايفنت، بعد كده نرجع لكم تاني عشان ما نطولش في الفيديو ده كمان، مش عايزين ده يبقى طويل. بصوا يا جدعان كيميتش جاب جون منين، بصوا. يعني حرفيا الماتش سهل جدا، انا طالع ب 17 جون تقريبا دلوقتي. الماتش قرب يخلص، قربوا بس يحسبوا لي حاجة بعد كل ده. القناص كمان جاب جون يا جدعان. شوفوا موتك القناص، بصوا جاب جون منين. بصوا القناص، يا سلام عليك. اهو انزاجي بقى كان بيشوط من اي حتة يجيب جون. جربت بقى كرة من نص الملعب، جت عارضة، ما شاء الله.
حاجة غريبة، يا ترى هو ده في الأونلاين كمان بقى؟ تشوف من أي حتة كده الأجوان بقت سهلة، ولا ده في الأوفلاين بس؟ ده لسه كمان ما شفناش البطاقات التانية بتعمل ايه لما بنضيف لهم المهارات دي، بيخليهم يطيروا تقريبا، أو تخليهم يعملوا حركات الأنمي العجيبة الغريبة دي. أهو بص واحدة كمان أهي. يلا يا برونو جت عليك. هو ايه ده يا جدعان ده؟ يلا نخلص الماتش بعد كده نرجع لكم. الماتش خلص اهو يا جدعان، 20-0. اهم يا جماعة البتاعات ظهروا فوق اهو، زي ما انتوا شايفين خدناهم عادي خالص. يعني بأي كارت مش شرط الكروت، أي كارت معاكوا نزلوه، حتى لو كارت بيزك اهو بيجيلنا كل حاجات فوق. بصوا يا جدعان، يا سلام يا سلام، يا سلام علينا. تعالى بقى ايه، شوف الدنيا كده، فكك من هنا، فكك، ماشي، شكرا شكرا. التالتة برضو نفس الكلام طبعا. ايوه. تعالى بقى ايه، نشوف بقى بتاعت دي هنضيفها ازاي. تعالى كده نفهم بقى الدنيا عشان انا مش فاهم حاجة. طبعا ال50 كوينز زمانها جت هي كمان. ايوه ال50 كوينز كمان جت، ما تبقاش غير دي، ماشي. بسيط، هي مكافآت حلوة. تعال نشوف بقى دول بيتضافوا ازاي. تعال اما نشوف كده بقى. تعال زي هويلاند كده، ده بيتضافلوش حاجة طب مولر، مش لاقي اي حاجة لمولر برضه. تقدم اللاعب، ايه ده يا جماعة ده؟ إيه يا جدعان ده، هما كلهم بيضحكوا علينا يعني ولا ايه؟ دخلنا على تقدم اللاعب، سيبك من تقدم اللاعب. تدرب على مركز، لا. تدرب على مهارة، يمكن هنا معاه برضو. لا يا جماعة، ايه ده كده؟ انا جبت الكارت العادي بتاع برونو، فتقريبا بيشتغل للمستويات دي بس، فانا مش عارف، فتقريبا بيشتغل للحاجات دي بس. انا ادخل كده، تعالوا نخش على تفاصيل اللاعب. فتقريبا بيشتغل للكروت دي بس، تقريبا كده، لان هو زوده جدا. فهو تقريبا بيشتغل على الكروت دي بس، لان بص مش هتلاقيه في اي حتة هنا، مش هتلاقي له اثر. فهو تقريبا بيشتغل على الكروت دي بس، مش اي كارت للاعب، ان انت مش هتلاقيه خالص في اي حتة من الحتت دي. فهو تقريبا بيشتغل للكروت دي بس، الكروت اللي هما هيدوها لنا مجانا. ما اظنش ان هو بيشتغل حاجات تانية. تعال نشوف بقى حوار المايك كمان بالمرة، حوار المايك اتضاف ولا لأ. استنى كده نشوف من هنا كده، وهنشوف نجرب حتة تانية. في الاونلاين مفيش مايك، تعال نشوف بقى في الاوفلاين. طبعا يا جماعة ما اتضافش معانا مايك ولا حاجة، بس تقريبا هتتضاف مستقبلا بقى في اللعبة. بس ده كان كل فيديو النهاردة، وما عجبكم الفيديو متنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك. ويعني كونامي الحمد لله رأفت علينا. كان معاكم أحمد جيم، والسلام عليكم.